تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما توفيق إلا بالله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله هنشرح آخر جزء بإذن الله في مكنة اللحام، الجزء التالت. والوقت بإذن الله هنبدأ تعديل مكان كابلات اللحام. تمام. أنا بصراحة مش عارف اللي كانت عنده مبهدلة ليه بالطريقة دي، يعني مبهدلة خالص، مبهدلة. الله يصلح حالنا وحاله، يعني الحمد لله. عموما احنا دلوقتي انا قطعة الخشب اللي مسكت 2 سنتي، تمام. دي قطعة خشب زان، تمام. الافضل طبعا هو مش صح، يعني الافضل انك تحط الخشب، هو الافضل. وده يعني الحل الوحيد، يعني الحل البديل لو ما تلاقيش الفبر. تمام. في فبر حراري بيتباع، بس انا بصراحه لفيت عليه في المنطقه عندي، مفيش. لفيت عند اللي بيبيع القطع الغيار بتاع الحاجات ديت، مش متوفره عندهم. تمام. فالافضل طبعا انك تجيب قطعه فبر، تمام، بعرض المساحه اللي عندك وتركبها. انا دورت لفيت عليها والله ما لقيتها. تمام. فانا حاليا جبت قطعه خشب زان، تمام، محمله 2 سنتي، وجبت قطعتين فبر، تمام، 4 مللي او 5 مللي، واحده من ورا وواحده من قدام تركب في الخشبه، عشان برضو ايه، موصلش الحراره اصلا عند الخشبه. تمام. ركبت قطعتين، هركبهم من وقت قدامكم ان شاء الله يعني. دي قطعه خشب زي ما اتفقنا، تمام، خشب زان. هتظبطها، تمام، وهتخرم فيها 4 تخرام. الخرمين الاساسيين اللي هم في النص دولت بتوع مكان الكابلات، تمام. والخرمين اللي في الناحيه الشمال والناحيه اليمين اللي هخرمهم تاني شويه كده، تمام، دول اللي هتثبت بهم هتثبتهم في الصاجه نفسها، هتثبت قطعه الخشب نفسها في الصاج. اهم حاجه في الموضوع انك تبعد برضو الكابل اللي هتركبه، او قطعه الترميله الحديد الصاج اللي هتركب، او الحديد اللي هتركب، تمام، ما تلمس فين، ما تلمس في الصاج نفسه، عشان خاطر ما تعملش طبعا ماس. تمام. اهو بص كده، دي قطعه فبر، ودي قطعه صاج اللي في الناحيه التانية. الصاج والفبر دول هيركبوا ناحيه الكابل عندنا برضه، ودول بالمسمار والفبر ده هيركبوا في الظهر من جوه، اللي هيحمل عليهم ايه، هيحمل عليهم القطعه اللي طالعه من المكن اللحام، قطعه النحاس. انا حاليا بس بوريك طريقه التركيب، ومش هيركبوا كده طبعا، لازم اركب جوه الاول يعني، بس بوريك طريقه التركيب. كده خلاص، هتركب قطعه فبر بالمسمار من ورا، وبعد كده هتحط فبرايه، وبعد كده هتحط قطعه الصاج، تمام، والصاموله بعد كده هتنزل عليها. طبعا الكابل هيكون في وسطيهم، الكابل هيبقى موجود فوق الصاجه دي. المسمار كان معلق في ايدي شويه، فبربطه بالمفتاح، بس عامه يعني انا بوصل لك الطريقه. تمام. مكنة اللحام بصراحة بقت الله أكبر عليها، جميلة أوي يعني، بس هي المشكلة في اللي كانت عنده بقى، الله يسامحه، يعني مبهدلة بهدلة جامدة يعني. زي ما كان وطيش اللحام كده، مبهدلينها. زي المروحة، الله يصلح حالنا وحاله، مقطعين السلوك بتاعتها، ركبنا لها مكثف وظبطنا لها سلوكها. تمام. سيستم الحرارة ده احنا اللي عملناه، سيستم التبريد احنا اللي عملناه يعني، الحمد لله. ما كانش فيها سيستم تبريد أصلا. تمام. فالمكنه بسم الله ما شاء الله جميله قوي يعني، بس هو مش عارف هو اللي كان مبهدلها ليه، مش مهتم بيها مظبطها. ده عده يعني، المفروض الواحد عدته يحافظ عليها. ان معلش بعد ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتوكل لقمه العيش. تمام. المفروض اللي يحافظ عليها، ان ده اللي شغال بيها. الله يصلح عنا وحاله. المهم دي طريقه التركيب بتاع الخشب، يعني هتعملوا قطعه الخشب. لو ما لقيتش طبعا الفبر، لو لقيت الفبر خلاص مش هتعمل اللي انا بعمله ده اصلا. لو لقيت الفبر هتروح هتخرم الخرمين، تمام، وتركب المسمارين زي كده على طول، مش تحتاج الخشب ولا قطعة الفبر الصغيرة ديت ولا الكلام ده كله. طبعا في ناس ممكن تقول ان احنا مش لاقيين الفبر، فما فيش مشكلة، ممكن تجيب قطعة حديد، تمام، 3 4 مللي، وتركبها زي اللي انا مركبها من قدام عند الكابل دي، تركب واحدة تانية زيها من قدام يعني. هيقول لي مثلا مش لاقي قطعة الفبر الصغيرة دي. يعني الفبر ده حطيتها ليه، للأمان، عشان تبعد الحرارة، ما توصلش حرارة أصلا للخشب يعني. حتى لو حطيت الحديدة وسخنت، برضه مش هتسخن إنها تبوظ الخشب يعني، أو تولع في الخشب. تمام. واهم حاجه طريقه الرباط بتاعه اللواطيش بتاع الكابلات.
طول ما هي مربوطة كويس ومربوطة جامد عمرها ما هتسخن منك. هتسخن ازاي؟ هي بتسخن وتشرز وقت ما بيكون في تفويض فيها مهربة كده يعني. بص بقى، انا بركبت كده، انا ربطت المسامير دي طبعا في النحاس من جوه بتاع الخارج بتاع مكنة اللحام. تمام. المسامير زي ما انت شايف كده، دول المسمارين الصغيرين اللي بشاور لك عليهم، دول بتوع التثبيت اللي نثبت بيهم، والاساسيين اللي في النص دول بتوع الكهرباء، الماس والقرن. انا كمحمد ما بشوفش حاجه صعبه والله. انا شايف الموضوع بسيط في كل حاجه، بس في ناس بتستصعب المواضيع دي. يعني معلش، ورش كتير على فكره انا بروح الاقي القواطيش دي مكانها متبهدل كده، مش ديت بس يعني. حتى العجل الراجل كان مكسر الله يصلح حاله. ودي لمبة البيان ولمبة الحرارة. وبوريك حاليا بعد ما وصلت الواير بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، بتاع الأمبير. تمام. بص انا حاليا بعلب الفتيل اهوت. الواير بيحرك القطعة الحمراء ديت على اساس يعرفك يعني البيان بس ان اهي وصلت مثلا 350 امبير، وصلت 320 امبير. وصحيح ديت مكنة صيني يعني مش اصلية. يعني هما دلوقتي كاتبين 350 امبير، انت لو قست مش هتديك 220 امبير 250 امبير، مش هتديك الكلام ده. يعني مش هتوصل ابدا 350 امبير. تمام. ده كلام بيبقى يتكتب بس كده ايه، روتين على مكنة الصيني. بص هو بيتحرك من جوه اهو، القطعة الحمراء. واللمبات طبعا زي ما انت شايف، بسم الله ما شاء الله النضافة عاملة ازاي يعني. طبعا السلوك كلها معزولة بمكرونة. تمام. والقطعة اللي مربوطة في الترموستات بتاع الحرارة معزولة بشرينك. تمام، حراري. وزي ما قلت لكم ده بتظبطوه طبعا على 70 80، ونصيحة تخليه 80 عشان ما تفصلش منك زي ما فصلت مني انا من شويه. يعني هي هتفصل وقت ما توصل درجه 80 خلاص تفصل على كده، غير كده هتفضل شغاله زي ما هي شغاله معاك كده. يعني بص كده دلوقتي هي مثلا انا ظابط على 80 اهي، لو فضلت شغال بقى اليوم كله مش هتفصل. انا فصلت مني لما وصلتها، لما كنت ظابطها على 60 مش 80. تمام، فصلت مني من شويه وانا شغال بيها معلش لسه من قبل الظهر يعني من الساعه 11. بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. تمام. وزي ما قلت لكم دي لمبه بيان بتشتغل وقت ما تشغل المكنه، ودي اللمبه ديت بتنور وقت ما دوت بيكون ايه فاصل بتريح، يعني بتوريك ان انا بريح خلاص. الاثنين بتلاقيهم منورين مع بعضهم، والمروحه طبعا ورا بتفضل شغاله. وده المفتاح الفاصل اللي احنا بنفصل منه. تمام كده انا فصلت المكنه خلاص كده. تمام. انا كده بشطف بيها يا جدعان في الورشه اهو، بجربه لكم بيها اهو. بص اللحام بتاعها بسم الله ما شاء الله. تمام. لحمها اقسم بالله الله اكبر عليه، لحمها جميل جدا. بص لحمها الله اكبر عليها. انا مش مركز في الفيديو، انا مركز في الفيديو اصلا، مش مركز في الفيديو. بص لحمها الله اكبر بسم الله ما شاء الله، وهي الله اكبر عليها المكنه بقت جميله الله اكبر عليها بسم الله ما شاء الله. وده لمبه البيان فصلت من شويه الله اكبر واشتغلت تاني بسم الله ما شاء الله عليها. يعني بعد ما فصلت رجعت اشتغلت تاني بقت 100 100 يعني الحمد لله رب العالمين. وما توفيق الا بالله، رضا من عند ربنا على كل حاجه. اي حد عايز يلف مكانته ما يستصعبش الامور، يعني الموضوع بسيط والله. يا ريت كل واحد يخلي باله في لقمه عيشه. معلش في ناس كتير قوي بتستغل الامور، يعني معلش الراجل اللي قال ياخد 7000 جنيه مصنعيه، ليه هيعمل بيها ايه 7000 جنيه؟ مش حرام يرضى ربنا؟ معلش انا جايب نحاس بس قسما بالله 1200 جنيه نحاس، وجبت كتان وورق ميلر وكده، ما كلفنيش بصراحه 200 جنيه كله على بعضه 300 جنيه. تمام. يعني كله على بعضه ما راحتش بال 2000 جنيه والله العظيم. تمام. نصيحتي اي حد عايز يلف مكانته يلف، يتفرج على الفيديو ويلف. عايزني يشورني في اي حاجه ارد عليه مفيش اي مشكله. تمام. كل عام وانتم طيبين.